السلام عليكم. النهارده هنعمل حواوشي لحمه مقرمش من بره ومن جوه الطعم خيال. يلا بينا نبدا. هنحتاج كيلو لحم بقري مفروم قليل الدسم، حوالي 150 جرام دهن غنم او ليا مفرومه، بصلتين وسط مفرومين ناعم، 3 فلفل رومي مفروم، 1 فلفل حار مفروم، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح او حسب الرغبه. في بوله حجمها مناسب هننزل بكل المكونات على بعض ونبدا نخلط كل المكونات دي كويس لحد ما كله يتجانس ويبقى خليط ناعم وطري زي كده. نجيب بقى عيش بلدي يكون لونه فاتح ونفتحه من الجنب، نحشيه حشوة محترمة، نفرد اللحمة جوه العيش كويس عشان تستوي مظبوط. هندهن العيش بشوية زيت أو سمنة علشان يتحمر ويبقى مقرمش من بره وطري من جوه. هنرص الحواوشي على صاج الفرن وعلى نار متوسطة، ونستنى لما يتحمر من تحت ونقلبه على الوش التاني لحد برضو ما ياخد لون كويس، وبعد كده نطلعه. ممكن تسويه على البوتاجاز في طاسة أو جريل على نار هادية وتغطيه علشان يستوي كويس، ونقلبه برضو كل ما ياخد لون لحد ما يستوي. والتسوية بتاخد حوالي 20 دقيقة سواء في الفرن أو على البوتاجاز. أنا قدمته مع طحينة، ممكن تقدميه زي ما تحبي. جربيها وقوليلي رأيك في الكومنتات، ولو عجبتك الوصفة متنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة.